بدأت حكاية اللاعب الدنماركي وسام أبو علي مع النادي الأهلي لما عرض أحد وكلاء اللاعبين اللاعب على النادي الأهلي، وكان المدير الفني ساعتها للنادي الأهلي هو مارسيل كولر، واللي أبدى إعجابه باللاعب. وبالفعل تقدم النادي الأهلي بعرض رسمي للنادي الدنماركي، ولكن النادي الدنماركي ما كانش عاجبه المقابل المادي وكان طالب رقم أكبر، والاهلي ما وافقش ان هو يزود اي مليم تاني. وهنا جه دور اللاعب وسام ابو علي بانه ضغط على النادي الدنماركي، وخلي بالك من حته ضغط دي عشان هنحتاجها قدام. وبعد ضغط ومحاولات مستمره من وسام ابو علي على النادي الدنماركي، النادي وافق يبيعه للنادي الاهلي. انتقل وسام ابو علي للنادي الاهلي في انتقالات يناير، يعني تقريبا كده كان فاته نص موسم بحاله. ولكن في اول موسم ليه مع النادي الاهلي اللي هو النص الثاني من الموسم، لعب وسام ابو علي وتألق وخد هداف الدوري. والحق يقال وسام ابو علي مهاجم من طراز فريد، وبجد تسلم العين اللي شافته وجابته للنادي الاهلي. جمهور الاهلي كان فرحان بوسام ابو علي، لان من ايام عماد متعب ما كانش فيه مهاجم محترم دخل النادي الاهلي. زي ما تقول كده جمهور الاهلي لقى اللي بيدور عليه، لقى الحاجه الناقصه في الفريق. جمهور الاهلي كان طالع بوسام ابو علي السما، وكنا شايفينه في الملعب بيبذل مجهود كبير جدا عشان الاهلي يكسب، وكان عنده حته غيره على النادي، وكان بيموت نفسه في الملعب علشان نكسب. وبيبدا الموسم الثاني لوسام ابو علي مع النادي الاهلي، ولكن وسام بيغيب اغلب مباريات الدوري بسبب الاصابه. وبينتهي الموسم وبنخش على كأس العالم للأندية، وسام أبو علي بيتألق في المونديال وبيحرز هاتريك في مباراة بورتو. وبعد كأس العالم مباشرة بيجي عرضين لوسام أبو علي، واحد من الريان القطري وواحد في الدوري الأمريكي. وهنا بيبدأ تمرد وسام أبو علي على النادي الأهلي. وسام أبو علي لسه في عقده 4 سنين مع النادي الأهلي، ولكن اللاعب طلب إن هو يمشي ويحترف خارج النادي الأهلي. وطبعا لان الاهلي ما بيمسكش في حد وما بيقفش على حد، مجلس اداره النادي الاهلي قال له هات عقد محترم واحنا نمشيه. ولكن العروض اللي جات لوسام ابو علي ما كانتش عاجبه مجلس اداره النادي الاهلي، وبتفشل المفاوضات، وبيعلن الاهلي استمرار وسام ابو علي مع الفريق. وبيغضب وسام ابو علي وما بيروحش اول تدريب للفريق بعد الاجازه، وده بحجه انه مصاب. ولما محمد يوسف طلب منه انه يعمل اشاعه رنين، اللاعب تهرب، ورد فعل طبيعي من مجلس اداره النادي الاهلي انه وقع عليه عقوبات. وبعدها وسام ابو علي طلع وهدد بفسخ تعاقده مع النادي الاهلي. راح الاهلي موقع عليه عقوبات جديده، واستبعده من بعثه الفريق اللي مسافره لتونس. وسام ابو علي كان مفكر ان هو هيقدر يضغط على النادي الاهلي زي ما عمل مع الفريق الدنماركي، والنهارده زي الشاطر بيحضر تدريبات الاهلي وبيجري لوحده حوالين